كانوا واقفين مستنيينها تقول طلبها من وسط طلباتها اللي ما بتخلصش. بصت لهم وهي مبتسمة قوي وقالت: كل واحد منكم هياخد عروسته على الأوضة، وما تجرفونيش وما اسمع لكمش حس واصل. انتوا عرسان جداد، يعني اللي كنتوا بتتفقوا عليه ده يا عيال مبروكة ما هياكلش معاي. اوعوا تكونوا فاكرين اني نايمة على ودان وما سمعتش حديثكم العفش. بصوا لبعض وتنحوا وما كانوش عارفين ينطقوا. وقعد ملامحها اتغيرت وبصت لحسن وهي بتقوله: بقول لك ايه يا حسن، الله في سماه، لو ما فهمتني فيه ايه دلوقتي لا تكون مطلق. ها، يا هتطلقني يا هتقول ايه اللي عمتك بتقوله ده؟ أنا ما فاهماش حاجة. حسن بصلها بقرف وهو بيقول لها: اكتمي انت دلوقتي والا هكتمك انا بمعرفتي. ماشي يا عمتي، سمعت الحديث اللي دار بيني اني واخواتي واللي حصل حصل. هتستفادي ايه يعني يا عمتي بالكلام الماسخ دي؟ دول مراتاتنا واحنا حرين فيهم. مش هتمشي حياتنا كلها على كيفي، محدش له دخل. مش عشان قلنا لك حاضر ولا وافقنا لك على حاجة يبقى هتاجي كل شوية علينا. لا يا عمتي لا، حياتنا ونعمل اللي احنا عاوزين. ممكن اخفى بقى دلوقتي اطلع لمرتي ولا اروح في اي مخروبة؟ هي كلمة واحدة ابرك من 10 يا عيال مبروك، وهتطلعوا تقعدوا ويا مراتاتكم. لكن الشغل المسخ اللي سمعته منكم دي ما يلفش علي. يلف ايه وما يلفش ايه يا عمتي؟ ما حدش له دخل بقى. اذا كنت تاني راجل عاوز اقعد في بيتي ويا مرتي واهلي ولا اروح اترمي في اي مطرح على ما ابقى استوعب اللي انت بتعمليه فين. اصله ما هواش طبيعي برضك اني في يوم وليله الاقي نفسي متجوز. والله بقى يا حسن انت وسي يوسف، دي عادات اهل البلد ورجالتها ما يسيبوش مطرحهم واصل. ومش هيجي واحد زيك انت واخوك وما يفهموش حاجه في العادات ويتحدثوا بتخنصتهم وياي. لو فاكرين نفسكم هتعرفوا تخرجوا برا الدار دي كيف ما اتفقتم تبقوا غلطانين وما تعرفونيش. يلا يلا روحوا ناموا ولا اقعدوا في اي مخروب، بس على الله شوف حد برات البيت الليلات، احنا ما ناقصينش فضايح. جزوا على اسنانهم وهم مش طايقينها. وحسن اخد وعد في ايديه وطلع على اوضتها، ويوسف طلع على السلم لميادة وهو مش طايق نفسه من كلام عمته. حسن اول ما دخل الاوضه ساب ايد وعد، عيطت وهي بتقول له: يعني ايه يا سيد الرجال، كنت عاوز تهرب انت واخواتك وتباتوا بره الليلات وتخلوا البلد كلها تتحدث عنينا؟ اني اني بحبك بس. بتحبيني ولا بتقولي كديها عشان تزيتي ويا امر من اوامر عمتي؟ والله العظيم انا عمري ما حبيت غيرك في حياتي كلها. اني بس. مسك ايديها وقعد جنبها على السرير. مش بكيف يا وعد، كل اللي حصل بره عني انت نفسك ما حسستنيش انك رايداني عشان ابطل عن اللي في دماغي. وسابها وقام وقف. بصيت له وهي بتعيط وبتشاور له وبتقول: عشان خاطر بلاش يا حسن تروح في مطرح وتسيب. احب على يد، اني بحب، ما تسيبنيش واصل. بصلها شويه وهو متضايق عشانها انها بتعيط كده وخايفه، وبعدين خرج من سرحانه وهو بيزعق لها وبيقول لها: اخلصي وخلصينا بقى وخلينا نتخمد في الليله اللي مش باين لها نهايه دي، طالما انت وعمتك مصممين على خراب عيش الدبور ومش عاوزيننا نبات بره. انت عارفه تحكمات عمتي، لولا اللي هي قالته والله ما كنت عتبت الاوضه دي ولا نمت جارك من اساسه. انت ولا تفرجيلي، ويكون في علم لو نسي اللي عملتيه قبل الفرح فاني مش ناسيه. اخلصي يلا واطفي النور دي عشان اني بنام بدري كيف الفراخ زي ما بتقولي. تصبحي على خير. قال لها كده ونام على الكنبه ولف وشه بعيد عنها وهي كانت بتعيط. رجع بصلها تاني وزعق وقال: ما يلا يا بنت انت هتقعدي تتفرجي عليا ولا ايه؟ ما قلتلك طفي النوم. خلاص خلاص، حاضر، اني هدخل اغير هدومي واخرج اطفيه، اصلا اني بخاف من الضلمه. دخلت الحمام عشان تغير هدومها وهو كان نايم على الكنبه وقلقان ومش عارف ينام في النور، وكان مستنيها تخرج من الحمام. بص في ساعته لقاها اتاخرت قوي. قام وخبط على باب الحمام جامد: وبعدها لك يعني، ما تخلصي يا بنت ايه، هتفضلي مقعداني اسبوع عشان تغيري هدمتك ولا ايه؟ انت هتغيبي كتير، ما تخلصينا في سنتك السودا دي يا زفته يا اللي اسمك وعد الطين والهباب. انت انا عاوزه انام ومش فاضل دلع الحريم دي. انا هطفي النور لو ما طلعتيش دلوقتي وابقي خافي بقى براحتك. كانت واقفه جوه وخايفه تطلع بره الحمام وخافت اكتر منه لما زعق ومن صوت نبرته اللي ما تبشرش بالخير ابدا. ردت عليه بسرعه وهي بتقول له: حاضر حاضر يا حسن، اني هطلع اهو، مش ههرب من الحمام يعني، بس بلاش تزعج كده، انت بتوترني.
أحب على يد، اوعاك تطفي النور لحسن هصرخ واجيب لك عمتي. نفخ بزهق وهو بيمسح على وشه من كتر الغيظ. ما يلا يا جلبوم، ايه بلاش توترني دي، هو اني هخطفك؟ خلصينا انت بس عشان ما تجننش عليكي واطلع عفاريتي كلها عليكي. يلا اخرجي بقى بالزوج احسن لك، بدل ورب العز اني مجنون هطفي النور ولا هيفرق معايا هبلك دي. فتحت الباب بعد ما غيرت هدومها وطلعت وقفت قدام. اديني خرجت اهو، روح بقى كمل نومك اللي عطلتك عني واني هطفي النور. كانت لسه هتكمل كلامها، شدها بين ايديه وحضنها وقال لها حقك عليا وعلى راسي يا وعد، اني عمري ما اعمل حاجه انت ما عاوزاهاش. اني بحب، والله العظيم بحب، بس انت اللي بهيمه ما بتفهميش. كانت مكسوفه منه قوي وهي في حضن، بعدت عنه وقالت له واني كمان عمري ما حبيت غير، وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ خلاص لو عاوز تسيب السرايا كلها وتمشي اعملها، ما تشغليش بالك انت، روحي نامي دلوقتي واني هتصرف. فضلت واقفه بص عليه مستنيه تشوف هيعمل ايه. مسك تليفونه وكلم اخوه. ايوه يا يوسف، اطلع لي على البلكونه وهات طاهر وياك واني جاي لكم دلوقتي. لا طبعا، كلام ايه المسخ اللي اعمله دي، يلا يا يوسف بطل غباء، اني مش هسيب السراي. وبعد شويه وهما في البلكونه، خير يا اخويا اماه، بتقول خير وهيجي منين الخير؟ طول ما عمتك دماغها شغال، ما انت نايم في العسل ولا داري؟ عسل؟ ما اقولكش على العسل، احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ طبعا اللي عمتكم قالته دي وانها سمعتنا مش هتعدهولنا على خير واصل. وقفوا يسمعوه، وبعد ما خلص وقفوا جنب بعض في البلكونه وهما بيقولوا بصوت عالي لعمتهم اللي كانت واقفه تحت. يا اهل البلد، يا ناس، يا عمتي مبروك على اوضتك، يلا خلاص حطي في بطنك بطيخه صيفي، احنا هننام لا هنروح ولا هنيجي. لقوا مره واحده ناس كتير واقفه حوالين مبروك. مبروكه بصت لهم من تحت وهي عماله تبرق لهم. طاهر قال بصوت عالي كله يتجمع بكره من بدري، هنفرج لحمه على البلد كلها، بس ادعوا لنا دعوتين حلوين كده ويلا يلا عشان تلحقوا تصحوا بدري. اول ما قال لهم كده الكل طار على بيته. مبروكه كانت بتبص حواليها لقت نفسها واقفه لوحدها، استحلفت لهم وهي بتبرق لهم بغيظ. اما هما التلاته ابتسموا لبعض وكل واحد راح اوضته. نادره بصت لطاهر اول ما دخلوا البلكونه. أنا مش طايقاك وربنا يا حبيبتي، كويس إنها جت من عنديكي، وبعدين الحمد لله القلوب عند بعضيها. اطمني، أنا سايبها لك مخدرة وهنام على الأرض، وخدي انت الفرشة برطعي فيها لحد ما ربنا يكرم وتعود عليك. كانت لسه هتتكلم بص لها وهو بيشاور لها وبيقول يا ريت لما أقول الكلمة تتسمع من غير ما نلوك كتير، عشان أنا راجل صحتي على جد ومش حمل رد حريم وعاوز أنام. قال لها كده وفرش في الأرض ونام، وهو بيقول أديني سايبك على راحتك لحد ما تبقي طيجاني بإذن الله. أما هي نامت على السرير وهي بتضحك وبصة للسقف وبتقول في نفسها بتحدي وراك وراك لحد ما خليك تبقى مش شايف غيري يا واد عمي. أما يوسف كان نايم على السرير جنب ميادة وهي بصله بسرحان، اتنهد جامد وهو بيمسك ايديها. بحبك ورايدك من زمن طويل جوي، وعمايلك دي هي اللي خلتنا نبعد عن بعض، بس أنا عمري ما سيبك واصل، وأني كمان ما حبيتش غير، ده انت أول راجل شافته عينيا من بعد أبويا الله يرحمه. ربنا يحفظك ليا يا زين الرجالة كلها، أنا عمري كله أعيشه ليك يا ميادة، ربنا يحفظك ليا. وتاني يوم الصبح طاهر صحي من بدري وفضل ساند راسه على دراعه وهو قاعد يتأمل في حبيبته نادرة وهي نايمة، وبيقول في نفسه سبحان الله اللي بيحط في قلب البني آدم الحب مرة واحدة كده من غير ما يعرف كيف ولا ميتة ولا إيه من الأساس. حب حياتي كلتها من وقت ما كنت عايش، بس كرامتي ما بتسمحليش أجرب منك، ولا حبي ليك يزيد في قلبي يا نادرة من عمايل. ربنا يهديكي يا حبيبتي يا مرتي الغالية اللي لساتني مش مصدق إن اتجوزتك كده في يوم وليلة وبقيتي جنبي وفي أوضتي كمان. بعد ما خلص كلامه حسس بإيديه على وشها وهو بيتأمل ملامحها بحب واضح على وشه، وبعدين بعد شعرها اللي كان واقع على وشها حست إن في حاجة بتضايقها وفضلت تتقلب كده شوية، وبعدين فتحت عينيها واتخضت أول ما شافته فوق راسها. صرخت جامد وهي بتقوله أنت بتعمل إيه؟ وقعت فوق راسك ده ليه؟ أنت اتجننت؟ ابتسم بسماجة وهو بيحط إيديه على بقها علشان ما تتكلمش وتفضحه. والله ما حد اتجنن غيرك يا مرتي العزيزة، بقى في واحدة برضك تصحى من النوم يوم صباحيتها
وتصرخ في وش جوزها راجلها كده؟ دي حتى تبقى عيبة في حق، والناس تاكل وش. يقولوا عليكي ايه بقى دلوقتي؟ ما عرفاش تدلعي جوزك؟ ستات اخر زمن بصحيح. يعني اني بصحيكي برومانسية تقومي تعملي كده؟ تصدقي انا غلطان؟ زقت ايديه من على بقها وهي بتقول له بقرف: بقول لك ايه، ولا ياكلوا وشي ولا ياكلوا وشك. اني وانت عارفين اللي فيها زين جو. اني بحبك وانت بتحبني، فاكرني هقول لك ايه يعني؟ فمشيها بالحسنى كده احسن، الله يسهل، عشان ما حدش فينا يزعل من التاني، عشان اني على قلبك ومش متعتع. رفع حاجبه وهو بيقول لها بتريقه: والله يا نادرة يا حبيبتي، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش امبارح، وانتي هتحبي على يدي عشان اسيبك وما جربش منيك. والله بقول لك شكلك كده طلعتي شاربه ولبستك بقيت حياتي كلها يا نرنر. طب يلا يا واد عمي يا غالي، عشان تلاقيك وراك شغل ياما. اني شغلي الشاغل انت يا نرنر، صدق اللي سماكي نادرة يا نادرة. ضحكت بدلها، قرب منها عشان يبوسها في خدها، زقته وهي بتضحك. ابتسم وهو بيقول لها بسماجة: صباحية مباركة يا عروستي. أما وعد كانت قاعدة وماسكة التليفون وهي قاعدة على السرير، وحسن أول ما صحي ولقاها جنبه على السرير اتنفض من مكانه. يا مرك يا حسن، بقى بنت عمك تعمل فيك كل دي؟ ابعد يا شطان ابعد. مش لدرجة يعني إنها قاعدة حدايا على السرير، ما يصحش. ماتت على نفسها من الضحك وهي بتقوله: يا لهوي، انت اتجننت يا حسن ولا ايه؟ واه، انت هنا بحج وحقيقي ولا ايه؟ ايوه طبعا اني هنا. تعالي تعالي بالحضن، تعالي. دانيا لما صدقت لقيت. وفضلوا فترة كلهم عايشين في سعادة ومش مصدقين ان هم اخيرا بقوا لبعض. عدت فترة وكانوا كلهم كويسين مع بعض وبيتعاملوا مع بعض كويس قوي. ووعد كانت قاعدة مع اخواتها وهي بتقول: بقول لكم ايه يا بنات، اني في حاجة عايزة اقولها لكم بس مكسوفة. قولي يا وعد واخلص، هو احنا هنسحب الكلام منك؟ انت مقعدانة بقالك ساعة وبترددي الجملة دي. جرى ايه؟ ما وراكيش غيرها ولا ايه؟ اني اني حامل في الشهر التاني. ميادة كانت لسه هتزغرط، قامت حطت ايديها على بقها وهي بتقول لها: يخرب بيت فضحت، اهمدي، لسه ما فيش حد يعرف واصل. وعايزه اقول لحسن بس ما عرفاش اقول له كيف. بصت لها نادرة وقالت بتريقه: اني اقول لك تقولي له ايه؟ انت هتقولي له: الحق يا حسن، احنا كسبنا في الدوري. هو ايه يا بنت، انت مخبوله؟ ما تقولي له انك حامل في حبيب قلب خالته من جوه. يوه، الترياجي كمان. قالت لها كده بغيظ وسابتهم ودخلت اوضتها. وحسن كان واقف بيسرح شعره وشايفها في المرايه عماله تفرك في صوابعها. ضيق عينيه وقال لها: جرى ايه يا قص جلطتي؟ اني عارف مالك واقفه كده ليه مش على بعض؟ قوليلي ايش جيني يلا. ما هو اصلاني مكسوفه وما عارفاش اقول لك ايه. يا مصبر الوحش على الجحش ابو مخ ضلم، قوليلي بقى وخلاص. غمضت عينيها وقالت له: اني حامل. اول ما سمعها قالت كده ما كانش مصدق نفسه، وجري عليها وحضنها ورفعها من على الارض وهو بيقول لها: بتهزري؟ حامل؟ يعني هشوف نسخ تاني من اكتر حد عشقته في حياتي. هزت راسها بحب وهي مكسوفه وعينيها مدمعه، بسها في خدها وقال لها: مالك بتعيطي ليه؟ اني وربنا هاين عليا زغرة. اني خايفه من المسؤوليه وان يكون عندي عيل صغير. اني كنت عاوزه اهتم بيك الاول شويه. اني مش هخليكي محتاجه لحاجه واصل، وهساعدك في كل حاجه. اهم حاجه بس راحتك وما تعيطيش واصل. احنا انتوا يبقى عندنا حته بغاشه من الصينيه كلتها. اني بحبك جوي جوي يا حسن، ربنا يبارك لي فيك يا رب. مسك ايديها وطلع بره الاوضه ونده على الكل وكلهم طلعوا على صوته. ومبروكه بصت له وهي بتقول له: جرى ايه يا واد مالك مسروع كده ليه؟ شكلك عامل مصيبه وجاي تبليني بيها. قرب منها وبسها من خدها ومنظره كان يضحك قوي. دي احلى مصيبه عملتها في حياتي يا مبروك، ربنا يجازيكي خير يا عمتي يا غالي. اسمعي مني، مرتي حامل في حته مني، هبقى اب يا مبروك. والله ماني مصدق، حاسس انني بحلم. مبروكه اول ما سمعت منه زغرتت وهي فرحانه قوي. الف مبروك يا واد يا حسن انت ووعد. يا الف نهار ابيض، ده يوم المنى يا ولاد، يا فرحه قلبي. اليوم اللي بحلم بيه اتحجج وبقى حج وحقيقي. يوسف حضن اخوه قال له: يا حبيبي يا اخوي، والله ماني مصدق انك هتبقى اب يا ابن الايه. عملتها قبل يا واد. اني مبسوط قوي قوي ليك يا حبيبي، ربنا يبارك لك يا رب في اللي جاي ويتربى في عز. الله يخليك يا اخوي. يلا بقى اعملها انت كمان عشان نملى السرايا دي كلها عيال.
ألف بركة يا حبيب أخوك، ربنا يجيب أول فرحتنا بالسلامة يا رب. ألف بركة يا بنت عم. الله يبارك فيكم يا اخوات، عقبالكم كلاتكم يا رب. خلصوا مباركات وتهاني ووزعوا حلو على البلد كلها. ودخل طاهر ورا نادرة الأوضة وهو بيقول لها بحب: الصراحة حسن أخوي جرى ريجي على العيال، إيه رأيك؟ ما تيجي نجيب دستة يا نرنر؟ مفيش حاجة بعيدة على ربنا، ابقى انت بس كسر في الدعاء يا أخوي وحبني أكتر شوي وربك هيرزقنا إن شاء الله. طب والله العظيم بحبك يا حب عمري كلات. أما ميادة كانت بتقول ليوسف: عقبال ما أشوفك أحلى وأغلى وأحن أب في الدنيا زي ما أنت حنين عليا يا حبيبك دي. كله بأمر ربنا يا ميادة، أهم حاجة عندي وجودك حداية والله. ربنا يحفظك ليا ويرزقنا بالعيال في أي وقت. وبعد فترة وعدة كانت ماشية في الشارع بتأدي طلبات، وكانت حاطة إيديها على بطنها وبتبتسم بحب وفرحانة. لقيت اللي جت وقفت قدامها وبتقول لها: يا مرحب يا مرحب بأم العيال. وعدة أول ما شافتها بصت لها بقرف وقالت: عاوزة إيه مني يا بنت انت على الصبح؟ جرى إيه؟ بتحومي حواليا أنا وجوزي ليه؟ ما تغوري في 60 ده. لا يا حلو، جوزك هو اللي بيحوم حواليا، ولو مش مصدقة أنا أبعتلك الرسايل اللي بيحبني فيها. لا ومش بس كده، ده جالي ليلة امبارح وقضينا ليلة إنما إيه ما أقولكيش. اخرسي يا نقص، انت كداب. والله بقى لو بكتب مش هيكون فيه صور وفيديوهات، أنا هبعتهم لك برضه، ابقي شوفيهم براحتك. يلا سلام يا جوت. قالت لها كده ومشي. وعدة كانت مش مصدقة ومش قادرة تقف على رجليها من اللي سمعته. فتحت موبايلها وشافت فيديو وصور ورسايل. اتقهرت وهي بتقول: مش معقول، بقى كده يا حسن تعمل فيا كده؟ ما كانتش مصدقة اللي شايفاه بعينيها. راحت بسرعة على السراي والعيلة كانت متجمعة هناك كلهم. دخلت وعدة وهي بتصرخ وبتعيط ومنهارة: كفاية يا حسن، كفاية كدب يا واد عم، أنا عارفة كل حاجة. اللي البت شادية قالتهولي صح، انت ما تستحقش حبي ليه ولا تستحق ضفر واحد مني حتى. اهدي يا مرات اخوي عشان صحتك واللي في بطنك. خلاص يا وعد، استهدي بالله وقولي فيه ايه. حسن بصلها وهو مش فاهم اي حاجة. ايه اللي حصل لكل ده يا وعد؟ احب على يدك انطقي، ما تعذبنيش وتبهدلي فيا كده واني ما خبرش انا عملت ايه لكل ده. طلقني يا حسن، طلقني، اني ما استحملش اقعد دقيقة واحدة وياه، بقول لك طلقني. حسن فضل واقف ومبرق وهو مش مصدق اللي هي بتقول. والتاني مرة بتجرحه بالشكل ده، والتاني مرة بتجرحه بالشكل ده قدام الكل. كلهم كانوا واقفين بيسمعوا ومش فاهمين أي حاجة. هو عامل إيه عشان تطلبي منه يطلقك يا وعد؟ حسن عمره ما زعلك واصل. أخوك جوزي المحترم اللي معيشني في الجنة ونعيمها ومفهمني إنه بيحبني راح للبت العفشة بيتها وبيخوني معاها، وأنا شفت الفيديو والصور بعيد. ويا عالم يا عالم عامل إيه تاني؟ اتصدم أول ما سمعها بتقول كده والكل كان مصدوم ومش مصدق ولا عارفين يقولوا ايه. حسن ضرب بكفه على صدره وهو بيقول: والله العظيم يا وعد واللي خلق الخلق مفيش حاجة من دي حصل، ده كلام ناس عايزة تفرج ما بيننا واللي عاوزين يوجعوا بناتنا يام، وأولهم شادية وبنت عمها اللي انت فاكراني بخونك وياها. أنا مش هصدق كلام، أنا شفت بعين، شفت بعينيا الفيديو وانت معاها، وشفت رسائل الحب والغرام اللي بتبعتها لها. قرب منها وهو متعصب من كلامها: كفاية يا وعد، كفاية اللي انت بتقوليه دي. ولا بصت لها ولا معايا رقمها حتى، اقسم بالله ما كلمتها ولا بصت لها ولا معايا رقمها من اصله. ده انا حتى يوم لما وقفت قدامها عند الكشك جيت وقلت لي مصدقه كيف اني اعمل كده. اخر حاجه هقولها لك يا حسن، الله لا يسيك، طلقني يا حسن. ما كانش قادر يستحمل منها اكتر من كده. بص لها بوجع وقال لها: انت طالق يا وعد. اول ما قال لها كده عيطت جامد واخواتها جريوا عليها وحضنوها. ليه يا اخويا بس كده؟ انت اتجننت يا حسن ولا درى ايه المخ؟ بتطلقها كده؟ خلاص يا حسن ما بقاش ليك كبير ترجع له؟ بتتصرف من دماغك ولا ايه؟ بتطلق مرتك بدل ما تفهمها اللي حصل وتخليها تصدقك؟ بتزود التين بلة اكتر يا حسن، اخص عليه. بص لهم كلهم وسابهم ومشي. وعدى وقت وحسن ما كانش بيرجع البيت علشان ما يشوفش حبيبته اللي ما بقتش مراته. كان قاعد في بيت تاني ليهم وهو حزين ولقى تليفونه بيرن. ايوه يا اخوي، خير؟ عاوزين مني ايه؟ بطلوا تتصلوا عليا انت واخوك عشان اني مش هرجع البيت خالص. خليها تعيش على كيفها، لو اني موجود في البيت هتكون مش مرتاح واني همي كله راحتها. اسمعني بس يا اخوي وبطل تنشف راسك. وعد وجعت منين ووديناها المستشفى، تعالى يا اخويا اطمن عليها. اول ما سمع طاهر بيقول له كده
قفل التليفون بسرعة وقام جري علشان يشوفها ويطمن عليها، وقلبه كان هيتخلع من مكان. أول ما وصل المستشفى شاور لهم يخرجوا بره الأوضة، وقعد جنبها وهو بيقول لها: ألف سلام عليك يا وعد، ربنا يحميكي ويحفظك يا رب. لاني ولا غيري يستاهلوا إنك تهملي في صحتك وتضيعي نفسك واللي في بطنك. أحب على يدك انسي اللي حصل، طالما البعد مريحك أني مش هعمل غيره، ولو إنه على عيني يا وعد. وإنتي عارفة أني ما بقتش عارفة أي حاجة وصل يا حسن. أني في لحظة لقيت نفسي متجوزة من حلمي من وأني عيلة صغيرة، وعايشة أحلى حياة ممكن حد يعيشها، وربنا حجج ليا تاني حلم وبقيت حامل. وفجأة وفي يوم وليلة لقيت كل أحلامي اتربجت في جراسي. قلبي مش مصدق، لكن عقلي وعيني مصدقين من اللي شافوه سمعوه يا حسن. ليه بيحصل فيا كده؟ كل حاجة بحبها بخسرها، ما بلحقش أتهنى بيها. الدنيا حالفة لا تزيد البعد بيني، وحياتك وحياة ابني دول أغلى حاجة عندي. لا كل حاجة هتوضح وهترجعي لمكانك تاني، وأني هرجع لحضنك يا وعد. أني مش عارف أعيش من غير. اطلع بره يا حسن، كفاية عشان خاطري، كفاية. ساب إيديها وهو بيبص لها بزعل وطلع بره. وهو ماشي بصلهم وقال لهم: خدوا بالكم منيها، إياكم تهملوها. خلص كلامه ومشي بسرعة قبل ما حد يتكلم معاه. وبعد فترة حسن راح للبنت اللي عملت له المشكلة دي وكسر بابتها عليها. وأول ما شافته صرخت وهي بتقول: يا لهوي، أنت اتجننت ولا إيه يا حسن؟ بتكسر الباب علي؟ هو أنت لسه شفت جنان؟ داني هوريك الجنان على أصول. كان بيبص لها بشر وهي بتبعد عنه وخايفة منه. مسكها من شعرها وهي بتصرخ: بقى بتخربي بيني وبين مراتي يا ناقصة؟ انتك منك دايرة على حل شعرك، والبلد كلها عارفة انك مش ولا بد بترمي بلاكي على الناس. هقول ايه؟ ما هي اللي تصور نفسها في فيديو زي ده مع واحد وتركب وش واحد تاني تبقى حرمة لا مؤاخذة. العيب مش عليك، العيب على اللي فكرك واحدة بنت حلال وحب يساعدها. طلعتي ناقصة زي اللي رباكي. خلاص يا حسن، أحب على يد، سيبني الله لا يسيجك. أنا مش هرحمك، بس قبل أي حاجة هتيجي راقعة كيف الكلب وتقولي الحقيقة كلها وتعتذر المرض، وإلا والله العظيم ما هرحمك. قال لها كده وفضل جررها من شعرها لحد السراي وهي بتصرخ، والبلد كلها بتتفرج عليه. وأول ما دخل من الباب كان الكل قاعد ما عدا وعد. نده عليها بصوت عالي: وعد، انزلي يا وعد، ولو عايزاها تكون آخر مرة تشوفيني فيها، بس انزلي أقولك. أول ما سمعت صوته خرجت بسرعة وشافته وهو ماسك البنت دي. عاوز إيه يا ودعان؟ خير، تلاقيك اتجوزتها عاد. استني بس يا وعد، اسكتي لما نشوف فيه إيه. جررها في إيدك وفرجت البلد عليك يا حسن. أنت جرى لمخك إيه؟ أنا مستعد أعمل أي حاجة أثبت بها للست الوحيدة اللي حبيتها إنه عمري ما فكر أعمل كده، ولا استجرى أنا ولا قلبي. زقها ورماها قدامها. احكي لها كل حاجة، انطقي يلا. بص يا ست وعد، حقك عليا، أنا كنت برمي بلايا على سي حسن يام، بس هو ما كانش بيعبر وكان مهملني الوقت كله، وأنا الصراحة اتغليت مني. فكرتك سرقت الراجل اللي عاني منه وحاولت أخرب بيناتكم يام عن طريق البت شادي، بس انت ما كنتش بتسمعي لها. قلت أحاول أنا، وأنا كنت دافعة الواحد علشان يركب وشه على وش راجل تاني، بس والله العظيم ما كان هو سي حسن. سي حسن راجل أصيل وبيحب. أنا اللي وليا نقص، سيبوني بقى أروح لحالي أحب على يدكم وما هتشوفوش وشي تاني. قالت لها آخر كلامها وهي بتميل على إيديها علشان تبوسها. وعد بعدت إيديها بسرعة: منك لله، روح الله لا يسامحك، أنا مش مسامحاكي أبدا. اطلعي بره أحسن لك، بدل ما نمد يدنا عليك وانت حرمة في الأول وفي الآخر. اطلعي يا بنتي اطلعي، الله يهديكي لنفسك وتبطلي تخربي بيوت الناس. أول ما مبروكة قالت لها كده طلعت تجري قبل ما حسن يجيبها من شعرها تاني. وبعد ما مشيت مبروكة بصت لوعد وقالت لها: أظن الحقيقة كلها وضحت قدامك يا وعد يا بنت، كفاياكي بقى. فضلت ساكتة وما اتكلمتش. حسن ابتسم لها وقال: سيبيها على كيفها يا عمتي، اللي وعد تقوله وتريده هو اللي هيمشي، عن إذنكم. قال كده وسابهم ومشي بعد ما اخواته ومبروكة حاولوا يوقفوه. أول ما مشي نادرة بصت لها وقالت لها: ليه كده بس يا وعد؟ ده بيحبك وروحه فيك. الراجل ما عملش حاجة، والمعفشة دي جالت بلسانها، مالك جاسية عليه ليه؟ عيطت وسابتهم وطلعت أوضتها. خلاص يا بنات، سيبوها على كيف، ربنا يهدي الحال بناتهم يا رب عن قريب إن شاء الله. قعدت تفكر طول اليوم وهي مش عارفة تعمل إيه، لحد ما قلبها قال لها إنه ملهوش ذنب في أي حاجة من اللي حصل. لبست بسرعة ونزلت، وأول ما لقت طاهر في وشها قالت له: طاهر،
الحمد لله إني لقيت. خير يا وعد، أنت زينة؟ أيوة أيوة، أني زين، ما تقلقش علي. أنا عارفة إن يوسف عارف مكان حسن، بس هو لسه مرجعش من بره، فقلت أسأله وديني عنده يا طاهر، خليني أعتذر. حسن مش محتاج اعتذار يا وعد، حسن محتاجك انت وبس. اسأليني أنا. طب أنا عايزة أروح. طب تعالي أوصلك لحد عنده يلا. طلعوا وركبوا العربية سوا، وأول ما وصلوا هناك ابتسم لها وقال لها انزلي لجوزك يا وعد. حسن ردك عشان هو ما كانش رايد يطلقك من أصله، بس الشيطان بقى. ادخلي له واني همشي عشان واثق انكم هترجعوا سوا. ابتسمت له بشكر وخبطت على الباب وهي متوترة. أما حسن كان جاي يفتح الباب وهو عمال يزعق، هو انت ليه مصمم تخنقني اكتر مني يا يوسف؟ وعد فضل متنح، وفضلوا باصين لبعض هما الاتنين، وكان لسه هيتكلم لقاها جريت عليه وحضنته وهي بتعيط. رفع ايديه وحضنها جامد. فضلت تعيط وهي بتقول له بندم حقك على قلبي يا حبيبي، أني أسفة والله. بس يا وعد مش مرتي اللي تتأسف. وفضلت قاعدة وهي باصة في الأرض. قعد في الكرسي اللي جنبها وهو بيبتسم على شكلها. حاطة وشك في الأرض ليه عاد؟ فين وعد أم لسانة 10 متر؟ وعد ملهاش حس في الدنيا من غيرك يا حسن. فضل باصص لها من غير ما يتكلم، وبعدين قال لها لسه حلوة كيف ما انت يا وعد، لا حمل غيرك ولا زعل بدلك في عيني، ربنا ما يوريني فيكي تعب ولا زعل أبدا. أنا أسفة على كل اللي حصل مني، والله الشيطان عمان، وهي كانت أكبر شيطان وسوس في حياتي كلها. قوم بينا يلا نرجع بيتنا وتاخدني في حضن، وبعدين أني جربت أوي، هتسيبني لوحدي ولا إيه؟ حقك انت على راسي يا وعد، وربنا ما كنت قاصد ان ارمي عليك يمين الطلاق، عمري ما فكرت ان اقولها ليكي واصل. انا عارف ان انت بتحبيني من زمان جو، وانا عاشقك، مش بحبك وبس يا بنت عمي، انا رديتك من زمان. على الاقل كنت بحاول اريح قلبي من اللي حصل ومن الكلمه اللي انا قلتها لك. اني ما عرفش لساني نطقها كيف. اني مش زعلانه والله ما زعلانه منك واصل. اني اللي قلت كلام ما يصحش في حق سيد الرجاله كلها. طب يلا بقى، يلا بينا عشان اوضتنا وحشتني جوي. وانت كمان وحشتني جوي. مشيوا مع بعض وهم مش مصدقين ان كل مشاكلهم اتحل. وعدى وقت وجه يوم ولادتها. كان حسن والكل واقفين قدام العمليات مستنيينها تطلع، وكانت ميادة ونادرة حوامل هما كمان وقاعدين بيقرأوا لها قرآن. أما حسن كان رايح جاي وهو قلقان. يوسف بصله وقال له اهدى يا اخوي، مش كده، هتبقى زينة ان شاء الله وهتقوم بألف سلام. اهدى يا حسن وسيبها على الله. اهدى يا واد بقى، ما توغوشنيش اكتر ماني متوغوش، ما تهدى بقى. وبعد شوية ابنه طلع وشاله وهو بيبصله بحب، وما كانش مصدق نفسه، والكل اتلموا عليه علشان يشوفوه. ومبروكة أول ما شافته قالت اللهم صل على النبي، اللهم بارك، ربنا يحفظه يا رب، يتربى في عزك وعز أمه يا أخوي. ألف بركة يا حسن، ألف بركة يا حبيبي. وبعد شوية دخلوا الوعد، وأول ما شافت حسن بصت له وقالت له هو فين يا حسن؟ عاوزة أشوف، هو زين وزي الفل يا حبيبتي، انت حاسة بإيه؟ أشوفه لو وهبقى زين. جابوا البيبي واداهولها وهو بيبص لهم بحب هما الاتنين، وبيدعي ربنا إنه يحفظهم ليه. ميادة ونادرة قالوا له في نفس واحد ها هتسموا إيه يا حبايب؟ والله أمه هي اللي هتسمي، أنا معرفش، أهم حاجة إن هو وأمه بخير، ده المهم عندي. ابتسمت وعد وهي بتبص لحسن وقالت علي، هسميه علي. طاهر ويوسف سفروا وهما بيحضنوا أخوهم وقالوا أيوة بقى يا أبو علي يا جامد، أهو دلوقتي بقيت أبو علي بحج وحجيج، يتربى في عزك يا أبو علي. حسن بس راس وعد وهو بيقول لها كل اللي تقوله حبيبتي ينفذ، ربنا يحفظكم ليا يا رب. وبعد فترة كانت وعد دايما مشغولة مع علي ومش عارفة تفضى خالص لحسن. ونادرة وميادة كانوا قربوا يولدوا والكل كان مشغول. كانت واقفة في الأوضة وجه حسن من وراها وخضها وهو بيقول لها أيوة يا نسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه يا حسن، وده كلام برضك؟ وجعت قلبي. سلامة قلبك يا حلو انت. بقول لك ايه، ابن ال60 في 70 ده نايم دلوقتي، تعالي بقى اقعدي حدايا شوية، وحشتين. طب هفكر. لسه هتفكري بقى؟ ما تحن علينا يا غزال. برضه ممكن افكر. شالها بين ايديه الاتنين وهو بيقول لها بحب ده أنا هشيلك جوه حباب عينيا الاتنين، بس اصبري عليا، أني هلاقي فين حد أحبه كده غيرك انت يا وعد. بحبك جوي يا أبو علي. وأبو علي مش بيحب ولا رايد غيرك انت يا زينة البنات في قلبي. كانوا فرحانين قوي إن حياتهم بقت هادية
وهم سوا بعد كل اللي حصل في حياتهم. ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير مع أصحابكم عشان نكبر ونستمر بيكم، وأشوفكم إن شاء الله في القصة الجاية. باي باي.